بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدي قناة الإشراق الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وصالح دعواتكم وأعمالكم في هذا الشهر الفضيل المبارك الذي نعده شهر القرآن والحديث مع القرآن والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الكتاب المقدس الذي هو كتاب قيمي وأخلاقي ودستور تشريعي وإعجازي، مثلما هو كتاب عبادة وتعبد يقربنا من الله زلفى. لكننا في الحقيقة من الضروري بمكان أن ندرك أن هذا الكتاب المقدس مثلما هو كتاب للعبادة والتلاوة والقراءة، وفي كل ذلك خير وبركة بحسب ما ورد لدينا من أحاديث كثيرة. ما الأجر الذي يلحق بقارئ القرآن والذي يتغنى بالقرآن والذي يقرأ القرآن والذي يتدبر القرآن؟ في الوقت ذاته من الضروري بمكان أيضا أن نتجاوز الوعي والإدراك بأن هذا الكتاب المقدس وكتاب عبادة نتقرب به إلى الله، نكسب به الأجر بقراءته وتلاوته ونتقن كيفية قراءته. فضلا عن ذلك لا بد أن ندرك أن هذا الكتاب هو كتاب الإعجاز الذي يثبت ديننا ويثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هنالك عدد كبير من مداليل هذا الإعجاز بأنواعه المتعددة وله مصادق كثيرة. وفقرة ثالثة ومهمة أيضا أن هذا الكتاب المقدس وكتاب أخلاقي، بإمكاننا أن نأخذ منه كما كبيرا من القيم الأخلاقية بإطاره العام أو بإطار مجموعة من الآيات التي امتازت بما تتوافر من قيم وتقاليد وتعاليم أخلاقية كثيرة، كسورة النور المباركة، كسورة الحجرات وغيرها. اليوم حينما نتطلع إلى الأسس والمبادئ العامة التي أسسها القرآن الكريم، نجده يؤسس إلى منظومة قيمية متكاملة، منظومة أخلاقية يحثنا على التحلي بمجموعة من الأخلاقيات التي بالإمكان أن تؤسس لما يعرف بالأتيكيت الإسلامي في التعامل، في الكلام، في الحديث، في العلاقات الاجتماعية. فهو الذي يؤسس لفكرة مثلا إنما المؤمنون أخوة، وهذا يؤسس أنه كيفية التآخي بين أطراف أبناء المجتمع الإسلامي الواحد الذي وصفهم بالأخوة، وهي أعلى درجات العلاقات الاجتماعية التي تربطهم، وبذلك تكون الهوية الإسلامية هي الهوية العامة التي تذوب فيها كل الهويات الأخرى، ونؤسس إلى أن غطاءنا العام الذي ننتمي إليه هو الإسلام دون الانتماءات الأخرى، ويذوب فينا كل الانتماءات حتى لا يجعلنا نتطرف إلى انتماء غير الدين الإسلامي الذي يجب أن يوحدنا، ويجب أن يجعلنا هويتنا واحدة، ويجب أن يؤسس لأمتنا التي يكون عنوانها أمة إسلامية بحسب ما أشار القرآن الكريم. الإسلام الذي يؤسس لانتظام واحترام وتنظيم العلاقات الاجتماعية والأسرية، ويبدأ بعلاقة الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، ويدعو إلى احترام مجموعة من الرموز التي يجب أن تحترم، وربما تكون هدم تلك الرموز هي من الوسائل التي تذوب الهوية الإسلامية وتضعف وجودها. لذلك القرآن الكريم يعظم فينا احترام تلك الرموز، وعلى رأس تلك الرموز هو الآباء والأمهات والوالدان، حينما يقول لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فينظم علاقة إنسانية حميمة بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم، على اعتبار أن هذه العلاقة وسيرورتها وانتظامها ووصولها إلى هذه المرحلة يؤسس إلى استقرار عائلي، استقرار عاطفي، استقرار داخل المنزل، ومن ثم تنطلق إلى تنظيم العلاقات مع الجوانب الأخرى مع أبناء المجتمع بصورة عامة. يؤسس إلى ذوبان كل العناوين، وتبقى مسألة القيم الأخلاقية هي التي ترتقي بالإنسان، وهي التي ترفع شأنه أو تحط من قدره. حينما يؤسس القرآن لثقافة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيؤسس لنا أننا جميعا على اختلاف انتماءاتنا، على اختلاف وجودنا، على اختلاف مسمياتنا في المجتمع، إلا أن المعيار الذي يرفع ذاك ويحط من شأن الآخر
هو المنظومة القيمية، هي التقوى، التقرب من الله، التحلي بالأخلاق التي أمرنا الله عز وجل بها. لذلك اليوم نحن في هذا الشهر الفضيل ومع أحبتنا ومشاهدين كرام نتحدث عن أن في القرآن بركة، وفي قراءته بركة، وفي تدبره بركة، لكن الأروع والأروع بكثير أنه كيفية أن نجسد القيم والمنظومة الأخلاقية القيمية التي تحدث عنها القرآن الكريم، كيف نبرز هذه القيم الأخلاقية، كيف ننشرها في المجتمع، كيف نتمثلها على سلوكنا مع أبناء مجتمعنا، كيف تظهر كل هذه القيم الأخلاقية على واقع ثقافتنا ومسيرتنا وسلوكنا. ذلك هو التقرب الحقيقي والوفاء الصادق لكتاب الله المنزل وإلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك نكون حقا قد اقتربنا من الله عز وجل كما يريد وكما يراد من واقع وهذه الأجواء الرمضانية المباركة. شكرا لحسن إصغائكم، نلتقيكم على الخير والبركة في أمان الله وحفظه.